والله العقاب. قال له موت الأخ قال له كسره في الجناح، زي ما البادي يقول أخوك ذراعك، علاقة أفقية لك. قال له موت الزوج قال له زواج جديد، يعني بالنسبة للزوجة يعني ممكن واحد من سنة الله يتزوج، يعني إحساس. قال له موت زوج قال له زواج جديد، بسرعة يجوا. قال له ملك حاله، قال له كسره في الجناح. قال له موت لبن قال له صدعه في الفؤاد. يعني أوعى حاجة، يعني أوعى حاجة فقد الجنين. فعلا تلقى القرآن دائما يوصى، ما وصش الآباء على أبنائهم، يعني محبة موجودة، لكن دائما الأبناء يوصلين لأن موجودة الغريزة والأمة. والدنيا هذه خريفة وربيعها وصيفة دواء دليل على زوال الدنيا، حتى الله مثل بزوال الدنيا. وأحياء النبات دليل على البعث. دائما الله سبحانه وتعالى في الآيات يستدل من الاستدلالات القرآنية أن كما أحيا الله كذلك تخرجون كذلك تفعلون. دليل على أحياء النبات دليل على البعث، أيضا دليل على زوال هذا. أصبح هشيمة تذروه الرياح، يعني معناها هذا زوال. أيضا النوم والليل، النوم الموت الصغرى والبعث بعدها دليل على البعث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إليك المصير عند المساء وإليك النشور هذه في الصباح، لأن النشور كالنشور، يعني يدل على الموت والحياة كل أمورك الطبيعية. هذه الدنيا العين، هذه الحياة. يقول لك الدنيا تغر وتضر وتمر في وصف الأولي، تغر وتضر وتمر، تغرك وتضرك تمر تهلبك عند الغير. أما مثلا الدنيا العين هذه بهت، يعني استفيد منها تفكر، لكن في الآخر نصحك انك رد بالك من العين مرة تضرك غضفين. أو العين بالنظر توزن الكون سماحة، والوزن تسمع، والقلوب خزينة. سبحانه بحمده في المساء والصباح اللي نعمته تم مكمل دينا، وزي سمعنا لو لا مصباحه ومسير عليه موج البحور سفينة، وخالق بشر عالم بسر أرواحه نفخ في جسد بعد النشاة تكوينه، وناشي سحاب تسوق فيها رياحه وكيف ما حياها الأرض هو يحيينا، وسالا اللي كان نجداب نشاحه وبانا اللي كان نحبوب غبينا، فراحة اللي رعيان والفلاحة وتم ربيع عجيب في تلوينه، ولعبة الطيورة ونسمتها فواحة ونضحة تسمع ذاك ظنينة، نحل عالظهر يرتع وجانا جباعة كلها طيبة وطيب عطاشها فينا، وتشبع الدر حليب لك صياحة بين فرسنا والدم حلو يجينا، وايام الربيع بصيف فات الزاحة وانصفرت اللي كانت خضار وزينة، وتحق السراب شراب في ضحضاحة تحويلة نقاط يشين ينطق سينا، هنهك ذي الايام رمل وواحة، هذه معطشة هذه شراب روينة، العين تنظر وتكون له صفاحة كتاب الهنا والحزن فوق جبينة، اتغرك الضر تمر دام مالحة في جمرها تفخر ما دعوينا، الريت حلوها واخذ كبير مساحة عليه مرها يبني مرار الجينة، والريت مرقاها وين طق نجاحها من الموصل يحضر عليك تهينة، وكيف ما عسل ياخذ معاه تفاحة وين تنفر الشاها دقيقة عجينة، يطغب مالها وان المسافة فرحة عليه صبحة تنزل دموع سخينة، لا نجا من الموت لا راحة في الدنيا ولا من الخلق يضمن شيء، لا نجا من الموت لا راحة في الدنيا ولا من الخلق يضمن شيء، للفاقد وللي ما فقد وضاحة، هناك فرق بين الفقد في تبينه، يموت لب ياتي في العقاب بارباحة، اموال ورثك والله عقار الطينة، يموت زوج ياتي زوج شي مطراحة، وكيف ما اغلي الاول عليه اغلينا، يمكن ذراع حصر جناحا كان لخ شال لخ شهور دفينة، تقول كسر في قلبه صعيب صلاح الابن ادم اللي يفقد صغير جنينه، وغير لم را تكذب اللي نواحه، وغير لم ما حنت عليك حنينه، وتريد الكلام اللي كلام صراحة الصبر خير ما كيف دوال حزينة، وغير صبر ما يلقى دوال جراحة، وراه الهم ما يهون الله تهوينه، وراها المصيبة الذنب نام الساحة، المصايب يفح الله بيها، راها المصيبة الذنب نام الساحة، ومصيبة الغير الشوف وتعزينه، لا يغربك شي قصة الصبح الصباحة لا تطمنك فوق القبور سكينة، من يوم أولاها الأمر شوف أشباحها، سكرة الموت وغسل والتكفينة، عليه التراب يطوحوه طواحة ويبات في مظلم ما معاه قرينة، لا ميل لا فازع فزع بسلاحة البنادم بما قدم يكون رهينة، وتخلص الدبكة نطحت لنا طاحة في يوم غلف عد سنين، استغفر الذنب كن مستبحة، وارفع يديك بيا الله نجينا، وغض البصر راهن اسباب فلاحة سبيب امراض القلب نظرة عينه، عليه بالمداح كون من المداحة دوم بالصلاة سلم عليه نبينا، الماحي اللي بيه الضلال سماحة، محمد اللي طيب ثرى المدينة، الحاشر على قدامه جي من ذاحة يوم حشره ويا الله شفع فيه. اللهم تفسير على انواع الفقر.
خلاص